يا الجيريان افتح المايك، وي الجيريان افتح. هو محلول مفتوح المايك. نسولك الجيريا، الجزائر شحال عندها الدين العام، شحال عندها الدين الداخلي؟ فقط الدين الداخلي هذا قاعد نسمع فيك، هذا وين تهضر باللي راح تاع سونا غازوال. نو، كاين ديك النوفو ديكوباج تاع ادمنستراتيف، وصلنا من 48 ولايه حتى دوكا رانا في 69 ورايحين. كاينين زوج ولايات منتدبه رايحين يطلعوا ولايات كامله، يعني رايحين نوصل 71 ولايه في الجزائر. هادو لي بروجي هذا واسمو الديكوباج، نيفو ديكوباج هذا اللي زلنا قريب 25 ولايه. لا الفينونسمون تاعهم هذا منين راح يجي؟ سي بور سا طاح الشيفر، راك تقول 130 مليار دو دولار. هادو لي نوفال ولايه هادو واش رايحين يديروا؟ واش واسمو كيف الانفستيسمون تاعهم، كيف الفينونسمون تاعهم؟ فهمني برك جاوبني. واخا الجيريان، واخا دابا الا عطيتك انا تصريح ديال وزير الماليه الجزائري من داخل قبه البرلمان، اعطى 18,000 مليار دينار جزائري. 18 1800 كيلو دينار. فهم مليح انت كما تفرقش ما بين الدينار. يا بالي هضرنا عليها هذيك النهار وكوريجيتك انت ما تحدث. بلاتي دقيقه او دقيقه سيدي، دقيقه رحمه على والديك، دقيقه. دابا السيد غادي يعطينا بان عندك 8000 مليار دينار جزائري، الميزانيه تاع الدوله هي اللي دارتها، العجز في الموازنه، وعطانا 6000 مليار دينار جزائري جات من الديون اللي جات على الطبع في 2017. تخيل انت في 2017 طبعتي 6000 مليار دينار جزائري ما قدرتيش تخلص منها مليم، وقال بان 4000 مليار دينار جزائري خداتها الدوله عباره عن قروض، وغالبيتها خداتها سونالغاز للربط الكهربائي وتحليه المياه. ها هو الدليل، ها هو. ايه الدليل. انا سمعتو نعرفوا الوزير تاعي، نعرفوا خير من ما تعرفوا انت. مي هذو اللي الكيميل تاع واسمو كيما يقول لك التمويل غير تقليدي وذاك، هذا ستان كيميل قعد من 2017 والله مي قادرين نسلكوه نورمال. بالله هو درتنا دقيقه ودرناها وصلناها. يا انت كيميل هذا يعني تقول انت راك دين تراكمي، يعني انت من 2017 وراك جاي غير تجمع. او بلاتي الجيريا رحمه على والديك، دقيقه. انت من 2017 وانت راك غير تجمع وكي شغل راك غير شيك على بياض غير تجمع في الفلوس، وتمشي تسحب 1.5 مليار دولار ديون على دول افريقيه. جاوبك ماهيش تروا دي قالها باسكو حنا اوني بارتيسيبيو في البنك الافريقي، عندنا قريب 3 مليار دولار. دوك انا رايحين يكون عندي امتيازات عليه. انا عندي شحال من بروجي. نعطيك المنجم تاع الفوسفات، المنجم تاع الزنك وهذا تاع بجاي اللي كان يهضر لك عليه، هذا وين او في الولايه نتاعو قريب ليه ما با 50 كيلومتر. هذا بجاتي مارك. كاين توازن. اسمعني او بالله اسمعني يا سيدي، انا سمعتك. لا خليني نمشي معاك نقطه. المساله ديال غارجبيله تنساه، ما كاينش خرطي في خرطي. لا غارجبيلات. اسمع نهضروا على غارجبيلات. اسمعني اسمعني يا مصباح. خليني نجاوبك على غارجبيلات. جبدوا لي مره انا كنت معك في القسط. غارجبيلات اتفاقيه تاع 72 علاه يعني في الوقت هذاك مليح غارجبيلات ورونطابل. ودوكا كي خرجناكم اكوتي اذا خرجتوا صحراء عاد غارجبيلات مش مليح ومش رونطابل. اصبر، رونطابل كي يدخلوا يخدموه المغاربه. بون والله ما تدخلوهم بعد. اقسم بالله علاش واش عندكم انتم دو بلوس كي حنايا؟ علاش؟ هانتم وصلتوا لبيت القصيد، لازم يدخلوا المغاربه. غنجاوبك اصبر دقيقه. اوعى تزقي دقيقه، خليني نجاوبك. نقول لك باسكو التنسيق نتاعك غارجبيلات مش مليح ومش رونطابل. كي تدخل فيه المراكا رونطابل. رباني اصبر دقيقه، خلينا نقولوا غير جوج كلمات رحمه على والديك. شوف، المغاربه اثبتوا للعالم وليس لكم بانهم قادرين على خلق الثروه بدون ثروه. صحيح طيحتوه ولا تكوبا ولا طاح وحده ولا واش راه صرا ليه. اسمع خليني نجاوبك. كيفاش تخلقوا ثوره بدون ثروه؟ والله يا ودي احترمونا. السيد هو طلع زايد نص نهار هو ساد المايك يا صاحبي ونعق الشيطانس.
مالك ولد عمي؟ انتوما الشعب، خذها مني الحقيقه المطلقه اللي ما يقدر يقولها لك لا نظام لا الجيريا لا والو، يقولها لك دريس العالمي في لايفو. انتم الشعب اثبتتم انكم مستهلكين للثروه وعاجزين على خلقها. مزيانه هكا؟ انتم شعب اثبتتم للعالم انكم شعب مستهلك للثروه وعاجز على خلقها. المغرب عكسكم، خلق الثروه بدون ثروه. هذا هو الفرق. يعني احنا اللي قالها لكم بوتفليقه. ايوا بوتفليقه، تعرف تخير من بوتفليقه؟ بوتفليقه الله يرحمه قال لهم الا كان القطار تاع المغرب يجيب 60 قنطار وفي تونس الهكتار يجيب 60 قنطار، علاه الجزائري في كل قطار يجيب 6؟ هذا الشعب تاع خدمه، هذا الشعب تاع دراع. قالها بوتفليقه، قالها بوتفليقه. وبوتفليقه ما تعرفوش انت اكثر مني انا، ما يعرفوكش، يعرف اكثر مني انا. قال لهم هذا الشعب تاع دراع، هذا الشعب تاع خدمه. قالها بوتفليقه. لذلك انتوما السبب ديالكم هو بومدين. بومدين نهار خرجت فرنسا خلاكم دوله راسماليه، انتوما قلبتوها دوله اشتراكيه، خربقتوا البارامتر وخلقتوا لينا شعب راكاسي ما يعرف يدير والو. هاو قبايلي طالع قال لك راني طالق لاطاي وراني ناكل راكده وثمونجي. هذا شعب، هذا غادي ينتج، هذا غيدفع باقتصاد، هذا غيدير. ها راهم الكويتيين وراهم الاماراتيين. يا الاماراتيين يا محينك عندها 2.8 تريليون دولار، عندها 2800 مليار يو الاحتياطي ديالهم، والشعب كامل ما حابش من الخدمه. تجي نتايا حاصل في ساشي تاع حليب تجي تقول لي راني طالق لاطاي وراني ما نخدمش. الشيطان، وهذا الكلام ما تجيش تقولوا. قول ودي عجزنا على خلق امه قادره تبني. انت انا نعطيك اكزومبل ساهل تاع علاش غادي تمشي بعيد كاع ونخليو الكلمه الاخوان. ها باش ما تمشيش بعيد نزيد نطلعك ام بي، ما تقلقش روحك. ها انا نعطيك كاع اكزومبل ساهل باش ما تمشيش بعيد نتايا. وين راه او بلاتي غير باش ما تقلق ما والو. ها تفرج. حسن ظن سيادة الوالي والشعب الديارب ان شاء الله نحن نسلمكم. هادو سكنات في تيارة 1800 مسكن، 1800 مسكن، وليتو تجيبوا لهم السواره والاكراد والصينيين. صنادق، عباره عن صنادق واقفين كيما هاك صنادق، ما قدرتيش تبنيهم. عرفتي علاش؟ انا نعطيك علاش، انا نعطيك التحليل السيكولوجي ديالك وشنو واقع في الدوله. انتوما الغالبيه ديالكم شفاره واخدين الدوله كي شغل عدو لكم، ماشي كوطن اللي تحط تما يدي. وهذا الشيء كان حتى عندنا، ماشي عندكم، راه بارتو في العالم. لكن عندكم انتوما اي واحد تحط في البوست اللي تحطت قدامه الله يعاون. علي حداد في الطريق شرق غرب، علي حداد شحال ضرب عليكم؟ ضرب ثلثين 13 مليار 15 مليار دولار باش تقامت عليه طريق شرق غرب. شحال راه التكلفه ديالها؟ هي 5 ملاير. تخيل علي حداد دا الثلثين ديالها ديال الميزانيه وصوب غير بثلث واحد طريق. تجي تقول لي انت غتبني البلاد؟ يا ما تبنيش. باسكو احنا لما كانوا الدراري عندنا في الكيس ما بغيناش تستمروا عندكم عقده الرجال، ما عندكمش الرجال، ونجيها لكم من تالي ماكمش رجال. من تالي خليك من انا وندير وفلان وطار والو، ماكمش رجال. ماشي مساله الرجوله والفحوله وهذيك حتى هي ما كانش، حتى هي الله غالب، ولكن ماكمش رجال قادرين على بناء دوله، ماكمش رجال قادرين تبنيو دوله. وغادي تقعدوا كيما هاك تجمع سكني ورادين الدوله كتعاونيه، ما عندكمش الله غالب والله. تفضل سي سمير، تفضل. اهلا سي ادريس. كليان كلهم مع الخاص سي ادريس. تخيل معايا واحد تيقول لك ما عندناش ديون كاع، كتجبد ليه تقرير ديال البنك الدولي تيقول لك لا انا اللي عايش فيها. زعما هو عايش في وسط، عايش في وسط وزاره الماليه. شنو انا عايش فيها زعما؟ راه البنك الدولي تيقول ان عندك
49%، كانت 48% في 2024، دابا تزادت 49 حتى 50% ديال البي بي ديال كلها ديون داخليه. وحتى الجزائر يا سي ادريس لا بغى يفتخر عليك بالعسكر ديالو يقول لك حنا رقم 26 في العالم حسب اي منظمه جلوبال فاير باور. ملي كنمشيو هاد جلوبال فاير باور عرفتي شنو كنلقى فيها؟ انت هي كتدخل حتى الكريتير ديال الديون، كاتبه ان ديون الجزائر الخارجيه 3 مليار دولار الى حدود 2025. ارا ما تخبعوا يا الجزائريين. حتى تبون مؤخرا قال لي شوف راه ذكر حتى الوزير السابق قالها في الفيديو. عرفت داك قال لك اي جزائري كيتزاد الديون عليه ولا ما عرفتش قال هذاك فكرتيني فيه هذاك بلاتي هذاك يقولوا ليه وقيلا عندي الفيديو ديالو انايا بلاتي هذاك سميتو اني كنت شنو سميتو هذاك النائب البرلماني كان مزاد اللي قال اي جزائري كيتزاد بكريدي عليه وعطاه حتى الرقم المبلغ شحال. ولكن شوف يقدر يقول لك هذاك برلماني، ولكن ملي كيقول لك انا البنك الدولي فيه ان الديون الداخليه ديالك تناهز او تضاهي 120 او 130 مليار دولار. تخيل هذه ديون داخليه 130 مليار دولار. واخا الديون الداخليه واش هذه علامه على قوه الاقتصاد ولا ضعف الاقتصاد السي ادريس؟ الديون الداخليه هذه علامه على ضعف الاقتصاد. لماذا؟ جوج ديال الحوايج. اول حاجه عجزت على التمويل فالتجأت الى القروض. ثاني اليوم مجموع الدين هو اسمع الفيديو اللي كنت نقلب عليه انا لقيته. حاجه هو انك تمشي على الاكستغيات اللي تقدمها انت كتمشي وكتاخذ. دابا شنو عندنا حنا شركات ديال الدوله. نعم تفضل. اسمح لي هو الوزير هذا الوزير مازال كاين. هذا اسمع اش غيقول لك منين جا الدين الداخلي. اسمع يا الجيريان راهي 18,000 عندك مشكل في ارقام روح قرا. 18,000 مليار دينار جزائري يعني 18 تريليون. اما لا روح قرا ارقام. شحال قال 18,000. ودابا بمن غتثق السي ادريس دابا وبمن غتثق دابا؟ والبنك الدولي ولا تثق بهذا دابا تا هو هكذا مسؤول وزير وما عندوش الرقم. هذا الوزير الاول هذا هو الوزير 13,000 مليار دينار اللي كاينه في البنك الدولي. هذه راه في 2026. هذه انت راه عندك 2024. داكور. لا هذا هو اخر رقم. 18,000 مليار دينار جزائري هو الديون المتراكمه. احسن معنا بالهيش، احسن معنا سي بالهيش. 8,000 مليار دينار جزائري جات من العجز في الموازنه، يعني الميزانيه تاع الدوله ما صابروش باش يكملوها، راحوا دوا عليها دين. شحال راه الدين؟ عنده صح سي ادريس هادي. عرفتي علاش؟ شحال كان عندهم العجز السنه اللي فاتت؟ كانت عندهم متوقع بواحد تقريبا 60 مليار دولار. 60 مليار سالاو ديك 55 مليار دولار راه هي 8,000. وي اسمع واحده اخرى. اسمع يعني 8,000 تبع مزيان الالجيريان، تبع مزيان. عندك 8,000 مليار دينار جزائري تسببت فيها الخزينه. يا وبارك علينا من السين يا الله ينعل دين الراسه تاع باباكم الكلف راني نقري فيكم. جاونا جوج مثلثات حمرين شتيهم هما بجوج ماشيهم هاك بسولينا يا جماعه غادي نطيحوا تحليه المياه. نتكلم في اذا عندك 8,000 مليار جات في العجز في الموازنه، 6,000 مليار طباعه اموال و4,000 مليار تخدات على شكل قروض. وهذه القروض هذه استفدت منها سونال غاز باش داروا تحليات المياه. 18,000 مليار دينار جزائري هو الدين العام الجزائري اللي هو القدر ديالو وصل ل 130 مليار دولار اللي كتشكل 50% من البي بي ديال الدوله. نتمنى تكون شديتي هذه المعلومه. تفضل سي سمير. انا كاين مشكل كبير اخويا ادريس. شوف انا متاكد ان هذا وزير الماليه ياك والله ما فاهم شي زفته في الماليه.
اقسم لك يمينا. انا نقول لك علاش، لان دابا انا عندي الرابور ديال 2023 2024 ديال البنك الدولي، فيه ديجا 130 مليار دولار اللي هي 12 تريليون، اللي هي 12000 مليار دينار كديون داخليه. هادشي اللي تيقول هو يعني دي زونغاجمون ولا دي ديتس ديال 2025، لان 55 حتى 60 مليار دولار اللي المقابل ديالها بالدينار هي 8000 مليار دينار، هذا عجز في الميزانيه فاش غير 2025 بوحدها. يعني لوجيك شنو خاصك دير اسيدي؟ خاصك تشد 130 مليار دولار ديال الديون الداخليه اللي كانت عندهم في نهايه 2024 وتزيد على هذا العجز في الميزانيه ديال 8000 مليار دولار ديال 2025، عاد زيد عليه هاد 6000 مليار دولار اللي هضر عليها ديال الديون ما عرفت شنو ديال الغاز والماء وكذا. يعني لوجيكمون خاصو يكون عندهم اكثر من 200 مليار دولار ديال ديون داخليه، الى هادشي اللي كيقول هذا السيد صحيح. لان الى عندهم فقط 18000 مليار دولار يعني انهم خلصوا ديك الديون ديال 2024 اللي هي شحال 12000 مليار دولار. كي غيدير يخلصها هو ديفيسيتير اصلا في البيدجي، غيدير يخلصها. يعني كاين مشكل تضارب الارقام هنايا. كيفاش انت الى نهايه 2024 كان الدين الداخلي ديالك 12 حتى 13000. هاي واش داكشي؟ المزاح هذا سالينا كيلو تاع المزاح يا بالصحه والراحه، راه جزائري تاكلها في عام، انت كليتيها في نص ساعه. فيك السيدري شوف، الى حدود نهايه 2024 كان عندهم 12 حتى 13 تريليون دينار ياك. هذا الراجل المحترم تيقول لك ان الديون الداخليه ديالهم 18 تريليون دينار، وعطاك البريك داون ديالها، قال لك اسيدي 8 ديال تريليون دينار هذا جاء لتغطيه الميزانيه ديال 2025. وشحال بقات 10. لا 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 سي سمير، 8000 مليار دينار جزائري قال لك تسببت فيها الميزانيه، يعني التراكم ديال العجز تغطيه الميزانيه. نعم تغطيه الميزانيه ديال تغطيه العجز ديال، وفعلا راه العجز راه الشيء اللي كان. الا عقلتي ملي كنا كنهضروا على العجز ديال الموازنه ديال 2025 راه كان في هذه الحدود هذه 60 مليار ديال دولار. نعم و 60 مليار دولار راه هي 8 مليار دولار، 8000 مليار دينار، 8000 مليار دينار، وبقات 10000 مليار دينار. قال لك 6000 مليار اللي مشات ديون وكذا، وعطاك 4000 مليار. يعني هذا الشيء كامل في سنه واحده، هذا الشيء كيهضر عليه في سنه واحده في 2025. يعني لوجيكمون خاصك تضيفوا على الكاري فورورد، تضيفوا على الدين الى حدود 2024. علاش؟ لان هما باش كانوا كيغطيو العجز باش بالاف ار ار. وعندي انا من تقرير ديال البنك الدولي ان الاف ار ار الى نهايه 2024 كانت فيه 19 مليار دولار، وفي بدايه 2025 زيرو ايبويزي زيرو. هاد 19 مليار دولار غطاو بها العجز ديال 2024، غطاو بها العجز ديال يعني ما خلصوا التاليه ديال الكريدي. راهم داروا شنو كيتسمى اعاده تقويم الدين الداخلي، داروها في 2025. اعاده تقويم شناش راه دين شوف دين لا راه ما كيعاودوا يشريو من هنا ويخلصوا الجهه الاخرى، راه كتبقى نفسها. اش كيديروا؟ نقولك اش كيديروا، كيطرحوا سندات الخزينه وكتشريها الدوله نفسها، فهمتيني؟ كتشريها الدوله نفسها هذه فقط باش يطبعوا الفلوس بدون مقابل. هذه العمليه هي لا بلونشابيي، هي طباعه الاموال بدون مقابل ديالها. اسمح لي انا غادي نطلع غير السي ادريس في لاسونسور وانا معاك. خذ راحتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش راك الاخ دريس؟ صافا راك زايد لاباس؟ لاباس خويا الحمد لله. انت لاباس؟ الله يحفظك، الله يطول عمرك. مرحبا بك مرحبا. ما تعليقك على الكلام اللي دار هنايا؟ الله يسلمك، ترحب بك الجنه ان شاء الله. والله انا قبل ما ننزل ما على باليش، انا كي طلعت تبان لي جاني تبليغات عاود نزلت ولا ما فهمتش كيفاه، ومن بعد عاود طلبت الكاس وكنت نطلب فيك نقول لك طلع لي عاود عملوا لي حظر جماعتك، حظر من التعلاق، يعني ما نقدرش نكومونتي. لا انا اللي كنحيد الستيلو باش ما يا اوكي باش والله الكلام تفضل. الله يزيد فضلك. انت قبل شويه قلت باللي احنا كمغاربه يعني ننتج عكس الجزائريين اللي هم نايمين ومتاكلين على الريع. انت شكون اللي قال لك انه الجزائر يعني الجزائر الان خاصه في اعطينا صادراتك انت خارج المحروقه شحال 2025؟ نعطيك واش الاشياء اللي نصدروها. نصدروا الاسمنت، نصدروا الحديد، نصدروا الخضار، نصدروا الفواكه. استاذ زيد
نعم. خليك معايا، تبت معايا مزيان. الرئيس الجزائري في اخر كلامه على تصدير او صادرات خارج المحروقات تكلم على واحد لو شيفر، شحال قال؟ والله ما انتبهت، ما تبعش بزاف الامور 5 هذه. ملاير، هذا ما تنتج نورمال. 5 ملاير تاع واش هذه؟ 5 ملاير تاع كل شيء، يا كلش، يا كل الصادرات عندك كامله، عندك 5 ملاير. انت غالبيه ما تنتجه خارج المحروقات 5 ملاير. قبل قداش كنا؟ قبل عبد المجيد تبون، بما انه عندك الاحصائيات. قبل ما جيت تبون كنتي في 1.5 مليار. واليوم كي جا تبون ولا تبون دار خطوه كبيره في الجزائر. زاد هذه في مده 5 سنين، في مده 6 سنين على الاقل، قبل 6 سنين تبون. احنا رانا في 40 مليار تاع الدولار، يعني رانا في تطور. هذا حسب الكلام تاع قبل. وعلى المغرب يصدر 40 مليار تاع الدولار، لانه ايش يصدر فيها؟ فاش وش هي الامور الحاجات اللي صدرها المغرب؟ يا سيدي كنصدروا غير هذاك الخراشيش هذوك اللي كيلعبوا فيهم ديال عاشوره. واش دخلك انت؟ انا ندوي لك على لاصون. قول لي واش راك تصدر، قول لي واش راك تصدر باش تقنعني. قول لي واش راك تصدر. سامحني يا زايده انت الرئيس الجزائري راهو يتكلم ليك على 5 ملاير خارج المحروقات، يعني انت خارج الثروه الباطنيه ديالك من 62 ليومنا هذه الله وصلتي ل 5 ملاير. على المغربي صدر 40 مليار. ولكن ما تنساش انه قبل 62 الجزائر كانت دوله مستعمره، ما كانش عندنا سياده اللي راح نقدروا مستعمرين وحنا من 62 اليومين هذا شحال عندنا عام؟ عندنا 60 عام ولا 65 عام. يعني احنا رانا في تطور بغض النظر عن الامور اللي صارت في الجزائر. يعني انت من 62 دابا راك في اعاده البناء والهيكله من العشريه السوداء كذا، راك يلا جوز يلا رانا في 20 عام، خاصة مؤخرا رانا في 7 سنين اللي تعتبون للجزائر شوية استقرار. هي مليح نورمالمون، يعني انت يا ولد البارح ما يمكنش تدوم معنا حنايا نورمال. لا راكم ثالث اقوى اقتصاد في افريقيا وحنا وشواكر لافريك والحبس وكذا. او عندك مشكل زايد، عندك مشكل ربي يحفظك. غطيح شوف استاذي زايد غطيح لنا الله، عندك مشكل انت. العمر ديال الجزائر شحال قال لك؟ 62 عام العمر ديال الجزائر. يوم تنقولوا لكم ديما بلي راه الجزائر راه خلقت في 1962، علاش كتقلقوا؟ هو قال لك حنا يلاه تزدنا البارح. ايوا قول لولاد بلادك انت قلت عندنا 23 قرن ولا ما عرفتش اش يقولوا. ويبداو علينا كنا والبارح 60 عام. علاش هاد الحاله؟ انت يلاه بديتي يلا تزدتي البارح تقار راسك معانا حنا. وحنا نورمالمون على مستوى الصادرات، في اخبارك بانه غير في 6 سنوات الاخيره تضربت في 6 المرات. في اخبارك انت زايد ولا ما اخباركش؟ صادرات المغرب في 10 سنوات الاخيره هي ضربت في 6 ديال المرات. صادرات المغرب شي القفزه النوعيه ولا ماشيش؟ اما ملي غنوصلوا ل 2036 راسك غيحبس المغرب. ملي غيوصل 350 مليار على مستوى البي بي راسك غيوقف، ما غتفهم والو نورمال. مازال غتشوف حوايج زوينين من القدام. تفضل سي سامي. واش فهمتي الريزونمون اللي قلت قبيله ولا لا؟ دابا شوف تبع معي الى غايه 2024 البنك الدولي تيقول ان الجزائر عندهم 12 تريليون دينار كديون داخليه، ياك؟ هذا حتى الاخر ديال مثال لي كونط ديالهم في 2024. 2025 كان عندهم عجز ديال 8000 مليار، يعني 8 تريليون دينار. على حسب هذا الوزير قال لك ان خداوها كدين، ومعروف الميكانيزم ديال الدين غادي يكون داروا لا بلونشابيي، يعني لوجيكمون خصك تزيد ديك 12 على 8، ياك؟ واخا هي شحال؟ هي 20 تريليون 20 تريليون دينار 20 تريليون دينار. واخا زيد ليه عاوتاني هاد 6 تريليون اللي قال لك مشات لسونا الغاز وعطاتها هو الشرح ديالها هي 26. هي 26 زيد 3.5 اللي هضر عليها في الاخر حتى هي مشات في مشاريع وكذا. 30 تريليون. عرفتي شنو هي 30 تريليون بالدولار؟ 30 تريليون 220 مليار دولار تقريبا. 230 وتخيل اصاحبي، عرفت شنو 220 مليار دولار ديون داخليه؟ راهي تقريبا ما يصرفش ديكلارات فايت، ما يصرفش ديكلارات فايت. وصلوا مجموع الديون ديالها 400 مليار. وهذه راه مصر، هذه راه مصر. يعني الجزائر ملي وصلت لهاد 200 مليار دولار كديون داخليه، يعني ما بينهم
وما بين الفايت غير شبر. والدليل نعطيك معطيات اللي كتدل على انهم قريب يفلسوا. اول حاجه نفاد الخزينه بدليل ما قدرش يمول مشروع ب 3 مليار دولار اللي هو عين صالح المنيعه، خطط السكات الحديث عين صالح المنيعه. وهذا المشروع هذا خطير جدا انك تمولوا بديون خارجيه. علاش؟ لان مشروع غير مربح، والديون الخارجيه اللي استثمرتيها في مشاريع غير مربحه تخلص من جيبك. وباش تخلصها باش بالدولار، تخلصها باش بالدولار اللي غيتقام عليك حتى هو. شوف شحال غادي يتقام عليك ذاك الدولار. يعني الاقتصاد ديالهم منهاره السيدي. يطلع جزائري يقول لك لا حنا اقتصاد ما اقتصاد. اش من اقتصاد ديالك انت كتهضر عليه الشريف وديونك الداخليه ديالك وصلت فايته الحجم ديال البي بي بسميتو بالسعر الحقيقي ديال الدولار. يعني تعرف هاد الناس فين غاديين السيديس؟ غادي للافلاس. تعرف الحكومات اللي كانوا قبل تبون دائما الاف ار ار اللي هو صندوق دعم الايرادات دائما تكون في واحد 40 50 60 مليار دولار، ودائما في الخزينه كتكون عندهم 80. داك اللي كيسموه العصابه راه وصلت حتى 200 مليار دولار. 200 مليار دولار ريزيرف دو شونج. ريزيرف دو شونج تبون قاطعين ريزيرف دو شونج. تحداهم يقول لك عندنا ريزيرف دو شونج. عندك ريزيرف دو شونج الشريف، وعندك السكوار اللي الطو ديالو الدوبل على الطو الحقيقي. لان نورمالمون شوف بار ديفينيسيون ملي يكون عندك سعر السوق السوداء اكثر بكثير من السعر الحقيقي في البنكه، هذا دليل على ان ما عندكش الريزيرف، ان الدولار ما كيدورش في ديك البلاد. كاين غير شويه ديال الدولار بدل ما كيبيعوا لك في البنكه اش كيبيعوا في السوق السوداء. لان الدولار ها انت منطقيا الدولار كون كان موجود غتمشي انت للسكوار. علاش غتمشي للسكوار انت؟ علاش غتشري من السكوار الا ما لقيتيش في البنكه؟ وخلينا من ديك الصفار داكشي راه تخربيق، راه ريبريزونت ريان دي تو. شوف لي زامبورتاتور. انا بغيت نامبورتي سلعه ياك من الصين ولا ما عرفت منين، هذاك سني الدولار ياك غنمشي للبنكه ما غتعطينيش، غنضطر شوف سطر على غنضطر نمشي انا للسكوار. بينما لو كان الدولار موجود في البنكه غنمشي للسكوار، انا ما غنمشيش للسكوار. اذا المارشي السوداء ما غتكونش. ونزيدك حاجه اخرى، هو المنعشين هادو الاقتصاديين والناس اللي كدير لامبورطاسيون اش قالوا لهم؟ بحال مثلا انت عندك شركه في الجزائر، باش تجيب السلعه ديالك لازمك تعطينا واحد كيسميوه هما البروغرام او البرنامج ديال 6 شهور. يعني انت خصك تبدا تخايف غطيح لك لورما غادي تخسر لك هذه. علاش؟ باش يشوفوا هما سيور لو بيدجي اللي مخرجينه الناس اللي غاتامبورتي واش غادي يدخل معاهم فيه ولا ما غاديش يعطيوك نورم، واش هو من كما نقولوا من الاساسيات ولا من الكماليات. كان من الكماليات ما غادخلوش، كان من الاساسيات قدروا يسمحوا لك فيه لان الريزيرفشن ما بقاش. صحيح لان دابا هما شوف الميكانيزم ديال شراء العمله الصعبه ماشي هو نفسه اللي ديال المغرب ولا ديال الدول اللي عندها لو سيركوي اوفيسيال. المغرب كتمشي حتى لو بيرو شونج، كتمشي للبنكه كدير الطلب ديال لا لوكاسيون ديالك، كتاخذ لا لوكاسيون ديالك، يكون عندك غير الوريقات ديالك المسائل ديالك قانوني. الجزائر واخا دير خصك تسنى النوبه. علاش؟ قانون العرض والطلب. الدولار قليل. واحد الاخر رومارك هي فين عندك الصح الاخ، نفس لو طو تشونج ديال اللي كيدار باش كونفيرتير من الدينار للدولار هو نفسه باش تكونفيرتي البي بي الاخر. ايفيكتيمون عندك الصح هذه، المهم دابا اللي غادي يطلع يقول لك انا عندي اقتصاد قوي، نقول ليه لا عندك اقتصاد قوي، لماذا الديون الداخليه ديالك فايته دابا على حسب المعطيات اللي جمعنا من البنك الدولي 2024 هو 50% ديال 2024 ديكلاري عندهم هما دابا اكشوال. لا ولكن الا زدنا هذا الشيء اللي قال هذا الاخ المحترم، الا زدنا هذا الشيء اللي قال المحترم هذا راه وزير ماليه، راه هو اللي مكلف كاع بكل شيء. هو راه الا كانت يخربق راه مشكله هذه.